يومنا بيبدأ مع بوبي وكان قاعد في قاعة الدراسة، لكن بيكون مش مركز في الحصة، وكان بيبص على البنات وهي بترقص وبتتدرب على الرقص في القاعة اللي جنبه. وبعد انتهاء الدرس بتاع بوبي بيخرج بوبي من المدرسة وبيكون واقف بيتكلم مع صديقه، وبيكونوا بيخلصوا دراستهم الثانوية ومستنيين ظهور النتيجة علشان يدخلوا الكلية. وده بيكون صديق بوبي، وكان بوبي وجاك ما دخلوش في علاقات قبل كده، فبيجي واحد صاحبهم اسمه بلا وبياخدهم على المكان ده علشان يقضوا الليلة مع البنات. وبتيجي البنت دي وبيكون اسمها بوني، وبتدخل على بوبي في الأوضة اللي كان قاعد فيها، وكانت بوني صديقة بوبي في المدرسة الثانوية قبل كده، وكان بوبي معجب بيها جدا. وفي اليوم التاني بنشوف والد بوبي بيتكلم معاه وبيقولوا ان هو سقط في مادة اللغة الفرنسية، وان هو جاب له مدرسة للغة الفرنسية علشان تديله دروس وتعلمه اللغة الفرنسية في شهر واحد. وكان والد بوبي عاوز بوبي يدرس القانون، وكانت اللغة الفرنسية ضرورية جدا للقبول في افضل كلية قانون. وبعد كده بيكون بوبي بيعوم في حمام السباحة بفلنته، وبتيجي مدرسة اللغة الفرنسية اللي هتديله دروس وبيكون اسمها تيري. بتتعرف تيري على بوبي وبتقوله ان هما هيبدأوا الدراسة من بكرة. وبعد كده بيتقابل والد بوبي مع تيري وبيتكلموا مع بعض، وبيتفق معاها والد بوبي ان هو هيديها مبلغ وقدره 10,000 دولار زيادة، بشرط ان هي تخلي بوبي يركز في دراسته ويتعلم اللغة الفرنسية ويجيب فيها اعلى مجموع. وفي اليوم التاني بتبدأ تيري دروس مع بوبي، لكن بوبي بيكون مش مركز في الدرس مع تيري، وبيسأل بوبي تيري اذا كان عندها صديق ولا لا، فبتقوله ان هي كانت عندها صديق قبل كده لكن انفصلت عنه. وفي نفس الليلة دي اخد بوبي صحابه وبيروحوا على المطعم، والبنت اللي بتبقى شغالة في المطعم بيتفق معاها بوبي ان هي هتدخل في علاقة مع جاك وهتدخل معاه برضه في علاقة، وبتوافق البنت على طلب بوبي. وبعد كده بتدخل البنت مع بوبي في علاقة بالعربية. ولما بتكون البنت في علاقة مع بوبي بيجي صديقها على المطعم ومعاه أصدقائه، لكن مش بيلاقيها، فبيفهم بسرعة ان البنت بتعمل علاقة مع حد بره، وبيخرج يدور عليها لان البنت دي كانت متعودة تدخل في علاقات مقابل الفلوس. وبينادي عليها صديقها بصوت عالي، ولما بتسمعه وهو بينادي بتقول لبوبي يهرب بسرعة، فبيستخبى بوبي تحت العربية. وبعد كده بيمسكوا واحد اسمه جاك وبيفتكروا ان هو اللي كان معاها، لكن بتيجي البنت وبتنقذ جاك وبتقول ان هو ده مش الشاب اللي كان معاها خالص. بيستخبى بوبي في عربية بيلي صاحبه، ولما بيوصل بوبي على بيته بيشوف تيري في حمام السباحة وبتبقى بتعوم وهي عريانة، وبيبص عليها بوبي من ورا الشجرة. ولما بتخرج تيري من حمام السباحة وتروح على اوضتها بيقعد يراقبها بوبي من بعيد وبيبص عليها جامد وهي بتغير هدومها. وفي اليوم التاني بتكون تيري بتدي بوبي دروس، لكن بوبي بيكون مش مركز معاها خالص في الدرس، وبيتخيل ان هو بيعمل العسل بالزبادي مع تيري، لكن تيري بتصحيه وبتطلب منه يركز في الدرس. وبعد كده بوبي بيجيب الدرجات النهائية في الامتحان، فبتكافئه تيري وبتاخده على المطعم ده، وهم قاعدين مع بعض بيشوفهم حبيب تيري القديم، بيسلم عليهم وبيقعد معاهم وبيطلب من تيري ان هي تسامحه وتديله فرصة تانية، لكن تيري بترفض ان هي تسامحه وهو بيحاول يقنعها. فبتجيله اثناء ما بيقنعها مكالمة، فبتستغل هي فرصة انه مشغول في المكالمة وبتاخد بوبي وبتمشي من المكان. فبيجري وراهم صديقها لكن ما بيلحقهمش، وبياخد رقم السكوتر بتاع بوبي. وفي نفس الليلة بيكون بوبي رايح على مكان وبيشوف بنت جميلة واقفة عند الكشك وبتتكلم في التليفون، وبيقف وراها وبيتخيل نفسه ان هو بيعمل العسل بالزبادي مع البنت دي، لكن بتيجي عربية من وراها وبتديله كلاكس وبيفوق بوبي من التخيلات دي. وفي الليل بيشوف بوبي تيري وهي بتستحمى في حمام السباحة، وبعد ما بتخرج من حمام السباحة بيبقى ماشي وراها وهي رايحة على اوضتها، لكن المرة دي بتشوفه تيري وبتقوله ان عيب ان هو يبص عليها ويراقبها من بعيد، وبتحذره ان هو ما يعملش كده مرة تانية. وفي اليوم التاني بيدور بوبي على تيري في البيت لكن مش بيلاقيها، فبيسأل والدته عليها فبتقوله ان هي خرجت مع واحد. ولما بوبي بيطلع من البيت بيشوفها واقفة مع حبيبها السابق فبيتضايق، وبيظهر كده ان تيري اتصالحت مع حبيبها السابق وادته فرصة مرة تانية. فبيتضايق بوبي وبيحس بالغيرة لما بيشوف تيري واقفة مع حبيبها. وفي نفس الليلة بتروح تيري على بيت حبيبها وبتلاقيه بيعمل العسل بالزبادي مع واحدة تانية، فبتتضايق تيري منه وبتتخانق معاه وبتسيبه وبتمشي. ولما بترجع على بيت بوبي بتقعد لوحدها في الحديقة، فبيشوفها بوبي وبيسألها ايه اللي مضايقك، فبتحكي له تاني على اللي حصل معاها من صديقها فبيواسيه. وبعد كده بتنزل تيري لحمام السباحة، ولما بيشوفها بوبي بيروح لها من غير تردد وبيتفرج عليها وهي في حمام السباحة، لكن تيري بتسحب بوبي وبتوقعه. وبعد كده بيروحوا هما الاتنين على اوضة تيري وبيتملوا العسل بالزبادي مع بعض. وفي اليوم التاني بيكون عيد ميلاد بوبي، وبتكون والدته عامله له حفلة كبيرة، وكان تيري رايحة على حفلة العيد ميلاد، لكن والد بوبي بينادي عليها وبيقول لها ان هو عايز يتكلم معاها شوية.
وبيقول لها ان هو معجب بيها ومستعد يدفع لها المبلغ اللي هي عايزاه، لكن تقضي معاه ليلة حلوة. لكن تيري بترفضه وبتقوله انت ما تقدرش تشتري كل حاجة بالفلوس، وان هي مش للبيع، وبتسيبه وبتمشي. وبعد انتهاء حفلة العيد ميلاد بيروح بوبي لتيري في اوضتها، ولما بتفتح الباب لبوبي بتقوله ان اللي حصل بينهم ده كان مجرد شك، وبتقول لتيري ان هما ما ينفعش يكونوا في علاقة حب ما بينهم وما بين بعض. لكن بوبي بيقول لها ان هو اللي كان جاي ليها علشان يحقق رغباته مش اكتر من كده. وفي اليوم التاني بيرجع بوبي على اوضته قبل ما حد يشوفه، ومجرد ما بيوصل على اوضته بينام على مكتبه، ولما بيدخل والده عليه الاوضه بيلاقيه نايم على المكتب، وبيفتكر ان هو يا عيني هاري نفسه وقاعد يذاكر طول الليل ونايم من كتر المذاكره، يا عيني نام وداخ. وبعد كده بيجي صديق تيري على بيت بوبي وبيسأل بوبي عنها، فبيقوله ان هي خرجت. فبيقرر صديق تيري ان هو يقف ويستناها، فبيطلب بوبي منه ان هو يمشي، لكن الراجل بيرفض انه يمشي. فبيدخل بوبي يجيب المسدس بتاعه ويوجهه على صديق تيري، وبيضرب طلقه في الهواء علشان يخاف. فبيخاف فعلا صديق تيري وبيمشي بسرعه. وفي الليل بيروح بوبي على اوضه تيري ويقضي معاها الليله، وكمان وفي اليوم التاني بيخرج والد بوبي ووالدته في اجازه لمده اسبوع، وبيدي بوبي اجازه لكل الشغالين في البيت علشان يقدر يستمتع ويقضي الوقت براحته مع تيري. وبعد انتهاء الاسبوع بيرجع والد بوبي ووالدته على البيت، وبيتعشوا كلهم مع بعض، وبتكون تيري قاعده وبتتعشى معاهم. وبيبقى بوبي عنده امتحان تاني يوم، وبعد ما بيخلصوا العشاء بيروح بوبي على اوضه تيري وبيطلب منها ان هو يقضي الليله معاها ويدخلوا في عسل بالقشطه مع بعض. لكن المره دي تيري بترفض طلب بوبي وبتقوله يروح على اوضته ويركز في الامتحان اللي عنده بكره. وقبل ما بوبي بيسيبها ويمشي بيبوسها بوسه رومانسيه، ووالد بوبي بيشوفهم وهما بيبوسوا بعض. وفي اليوم التاني بيروح بوبي على الامتحان، وبتكون تيري مستنياه بره وبتكون قلقانه عليه جدا. وبعد انتهاء الامتحان بيخرج بوبي وبيقول لها ان هو جاب 91% ونجح. فبتفرح تيري جدا وبيحضنوا بعض وبيروحوا بعد كده على الشاطئ وبيقضوا وقت سعيد مع بعض. وبتقول تيري لبوبي ان هي مسافره القريه علشان تقابل اهلها. ولما بوبي بيرجع على البيت بيتكلم مع والده، وبيحاول والده يقنعه ويوقع ما بينه وما بين تيري، ويقول ان تيري علمتك مقابل فلوس كتيره جدا، وان هي جشعه واهم حاجه عندها الماده والفلوس. ولما بيخرج بوبي من عند والده بيقابل تيري مرة تانية وبيتخانق معاها وبتضربه تيري بالقلم. وبعد كده بياخد بوبي السكوتر بتاعه وبيخرج، وهو على الطريق بيتعرض لحادثة بسيطة، وبيقرر بوبي ان هو يروح لصديقته القديمة اللي اسمها بينا. بيروح لها على بيتها، ولما بتخرج بينا بتقعد مع بوبي في الحديقة، وبيقترح بوبي على بوني ان هو يقضي معاها الليلة، لكن هي بترفض وبتقوله احنا اصدقاء فقط. وبنشوف بعد كده تيري بتستعد علشان تسافر لأهلها وبتطلب تاكسي علشان تلم فيه حاجتها، وبيجي عليها بوبي وبيعتذروا هما الاتنين لبعض. وبعد كده بوبي بيودعها وبتمشي، وبيخلص الفيلم على كده.